ملتحن وهذا بدون لحيه، وهذا يعني يتم تقسيم رجال الشرطه وفقا لهويته، من ينتمي للتيار الاسلامي من لا ينتمي، وهذا امر يضر بامن البلاد. وهل هناك انتماءات؟ هو مش كلنا مسلمين ولا في مشكله؟ هل مفيش اختلاف؟ انا راجل مسلم والقضاء نفسه ملتحي. هل القضاء مميز بقى قاضي ملتحي وقاضي غير ملتحي؟ هل العبره اصلا باللحيه ولا العبره بالعمل؟ انا ملتحي وما بشتغلش يبقى الجائزه، انا مش ملتحي وما بشتغلش برضه الجائزه. هي العبره مش باللحيه، العبره بالعمل. هو ياخد مني عمل ما ياخدش مني شكل. الشكل منصوص عليه في القانون، لكن ياخد مني عمل ما ياخدش مني شكل. اشكرك شكرا. هذه انا عايز اتكلم كلمتين معاك. عادل باشا المسلمين كاميرا معايا. واحنا مالناش كلام في الثوره. يا استاذ صابر حاسبوا الناس. حاسبوا هم مش هيحاسبوا، هيزقوا في مصورات فين؟ لسه في ظباط انت ما صورتش معاه؟ في ناس هل ده مش وقت ان احنا نطالب بالكلام ده فعلا؟ لا ده هو وقته، يا اما دلوقتي يا اما بلاش. طب احنا عطلنا الوزاره في حاجه؟ حضرتك شايف ان احنا عطلنا الوزاره في حاجه؟ هي عطلانه يعني هل احنا اللي عطلناها ولا هي اللي عطلتنا؟ هي اللي عطلت الناس. يعني حضرتك مؤيد الموقف بتاعنا؟ تماما. ربنا يخليك جدا. انا شايف ان هو حتى ممكن يسيبك في الجيش كمان. ان شاء الله، وباذن الله الجيش هياخدها ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا. خير جاي. يعني ما فيش مشكله. الشغل يبقى ضابط شعب مش ضابط نظام، تمام. يطبق القانون فقط. حضرتك عرفت اللي هو لابس ان شاء الله لابس ملتزم طبعا زي الشرطه بالقانون، لكن ملتحي مش ملتحي. كويس. حضرتك شايف ان اللي عمله معانا الوزير ده كان يستحق انه يعمل معانا كده؟ يعني يجازينا ويحلنا الاحتياط ويقعدنا في بيوتنا. حضرتك شايف ان ده رد فعل كويس اللي احنا عملناه، ولا هو معاه حق في اللي هو عمله؟ لا، هو بالنسبه لكم في لائحه داخليه عندكم بتنظم الامر ده وبتقول صراحه ان لازم تلتزم بعدم وجود اللحيه، يبقى هو معاه حق. لكن لو ما فيش يبقى خلاص. حضرتك بقى انا عايز اوصل لحضرتك ان ما عندناش قانون يمنع نهائي اللحيه. هو اتكلم نظم اللائحه الداخليه اللي حتى قرارات الوزير، ما فيش قرار وزير صريح يقول منع اللحيه نهائي. حتى الشنب بنتكلم على شنب وعلى اللحيه، خلينا نلبس حذاء 5 خر ونحط الكتافه بشكل معين، لكن ما ذكرش اللحيه. احنا ما عندناش قانون، فهل اللي عمل الوزير مع عدم وجود قانون ده يعني صح؟ لا طبعا. شاكرين جدا لحضرتك يا فندم، شكرا جدا. شكرا. طلع احمد حمدي احمد الفاضل. يا باشا هو دي بقى عن سمعت ايه؟ وزاره الداخليه وزير الداخليه محمد ابراهيم بان هو عاملكم بعنف وشده جامده جدا على طلق اللحى، ومفيش اي هيئه نظاميه. انتم مش هيئه عسكريه، انتم هيئه مدنيه لتنظيم مرور، لمباحث امن دوله وما ذلك، لكن تم معاكم بالخاصه. واعفاء اللحيه كان شيء شديد عليكم ان هم عاقبوكم عليه، وده يعني لا يصلح من جهه مدنيه ان هي تعاقب. لو عاقبوا مدنيين زيكم ومؤسسه مدنيه يبقى عاقبوا كل موظف طرق دقنه في اي مصلحه حكوميه او وزاره ماليه. يعني انت اصلا موافق على الموضوع بتاعنا على طلق اللحيه؟ ده شيء ديني، واحنا اصبحنا بلد اسلاميه شرعيه، فلازم ننسوق شرع الله فيها، وترك اللحيه ده شيء مفروض فيها. طب هل ده مش وقته؟ هل انت شايف ان ده مش وقته؟ لا وقته ازاي؟ احنا بلد اسلاميه وبنمشي لتطبيق الشريعه، واول بدايه الشريعه ترك اللحيه. يعني نمشي على السنه يبقى نمشي على الشريعه، مش هنغير اقوالنا يعني.
اول ما حد تحرك. اولا انا لومت كل المسلمين واخص من المسلمين يعني الناس المرتاحين المهتمين بهذا الموضوع، انه مواقف معكم، يعني انت موقفكم ما يقلش عن موقف اي حد في الموجودين، لان انت جاي تحيي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون فرض عليك. وبنلجئ الناس لكلام المعاصرين، اذا كنتم مش قابلين لكلام المعاصرين زي الشيخ الشعراوي رحمه الله، اللحيه فرض جاءنا عن طريق السنه، وكلام الاسد رحمه الله الشيخ جاد الحق علي جاد الحق لما قال ان يجب على الجيش المصري كله انه يلتحق علشان نفوز علشان ننتصر. وارجع انه المسلمين خلفوا سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لحقت بهم هزيمه في ظاهره في احد لمخالفه سنه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا جيش هيحقق نصر، واحنا على فكره لحد الان ما حققناش نصر يعني. 73 دي جت بعد ما في 67 اتنكسنا، خد بعض المشايخ والى اخره راحوا الخنادق يقولوا يرجعوا الشباب للدين وينسوا ام كلثوم عبد الحليم حافظ والى اخره اللي كان ساعد وكانت الله اكبر وكانت روح الجهاد وكانت فاللي بقول لحضرتك اول ما سمعت عن قصتكم مباشره وانا حبيس اعمل معاكم ايه؟ انا مش قادر اعمل معاكم، ضربت على الطعام علشان حد يجي. فبالفعل حد جالي ايه المطلوب؟ قلت له رفع دعوه قضائيه مستعجله على المدعو محمد ابراهيم وزير الداخليه، مني بصفتي عليه بصفتي، ومني بشخصي عليه بشخصي، مني بصفتي مسلما عليه بصفتي وزير داخليه، لانه حينما قال ان اللائحه الداخليه عندنا تقول انه ما لابد ان يكون المنظر لائق، ففي حاجه اسمها مفهوم المخالفه تقول اذن الملتحي منظره غير لائق. نعم، والقسيس يبقى منظره غير لائق برضه. فدي اساءه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اساءه للنبي وابو بكر وعمر وكل الملتحين، وحتى غير المسلمين الملتحين اساءه لهم المفروض يتحركوا عندهم فطره. نعم النقطه الثانيه حضرتك ان هو قال ان اصل المساله هيبقى فيها تطيف. هو قال هيبقى فيها فتنه وتطيف. تمام. فانا رديت عليه برضه في البلاغ نفسه، اذا كانت المساله اظهار شعيره من شعائر ديني ومظهر من مظاهر ديني فيه فتنه، قلت له ارجوك الغي وامسح الصليب المتاشر على والصليب المتعلق في السلسله، لان هم السلسله اللي فيها صليب اللي في رقبه الناس، والصليب المرسوم رسم يؤدي الى امراض، يعني خلي بالك لو كان الرسم ده احنا اللي عاملينه، احنا اللي بنعمله مثلا بنرسم هلال ولا بتاع مثلا يعني كده، يعني كان زمان وطلع لنا 600 طبيب يقول لنا ده هيجيب امراض وهيجيبوا فيه اضطهاد ضد الطفل وعنف ضد المراه وعنف ضد البنت، انك بتعمل لها الرسمه دي وبتعمل لها مش عارف ايه وبتقهره وهو صغير وما بتاخدش رايه الى اخره يعني. فعايز تطيب حضرتك خلاص من الاشاره دي خالص، لان هو بيسلم كده بيبين له انا ايه ولا ده النقطه الثانيه هو قال في مؤتمر في اسيوط، وانا كنت لسه لازلت مضرب ورفع عليه القضيه رقم 1475 اداري المعادي، لان سجن طورة تابع للمعادي وشغال العمليه. ان هو قال حضرتك عليكم السلام الله يبارك فيك، لان هو قال ان دي انا سالت علماء المسلمين وقالوا لي عاده مش عباده. هو بقى نفسه يجيب لنا مين؟ انا طالبت بمطلبين. المطلب الاول طبعا انا عارف هو جابها منين الكلمه، انا عارف هو جابها منين الكلمه، ولذلك من يومها وانا بقول لاستاذ احمد الطيب انا بقول لاستاذ احمد الطيب لانه ليه بقى؟ هو قال عاده العلماء المسلمين قالوا احنا نسال مين هم العلماء؟ يا اما تكون بتتطاول على العلماء، اما ان هو يتطاول على العلماء وينقل معلومه للدين بالضروره، واما ان في بعض علماء سوء يطلع يقول لنا مين هم دول العلماء. انا عارف هو جابها منين. جابها من كلام شيخ الازهر لما قال انا ما بحبش الله ومش عايز التحم، بس انا مربيها كده. احنا في المفتي اللي راح ده بس انا مربيها كده. بس انا مربيها لازم الشام لازم الشام القضيه دي بس انا مربيها كده. ده مع سجن الطب ان شاء الله. بس انا مربيها كده. هو بيقول انا مربيها كده علشان يعني لا انا مربيها كده علشان عاده بيكون شيخ الازهر ملتحي وعنده خير الدقون اشاره تكون. سؤال بقى يا شيخ، فهو عمل ايه؟ فبناء عليها خد اخونا ده خد اللي هو محمد ابراهيم خد الكلمه دي منه وعملها.
رفعت عليه بشخصي ليه؟ لان كونك تقول اللحيه ومنظر غلاك انت اسأت الي وانا راجل ملتحي، فرفعت عليه علشان لما هسيب الوزاره قريب، يعني لما هسيب الوزاره ما بقاش رفع عليه بصفه الرفع عليه بايه؟ بشخصي علشان تفضل تلاحقوا هذه القضيه حتى يوم الدين هتلاحقوا ان شاء الله. انتوا اظبطوا حضرتك ان شاء الله. ولا دستوريا يقدر يشد، ولا دي حريه شخصيه، ومن باب الحريات الاربع اللي العالم كله بيطالب بيها، منها اطلاق اللحيه دي حريه شخصيه. ثانيا انت خش عليك انا منظري غير لائق. تمام. انا دلوقتي انت ما شاء الله ده انت يا اخي اثبت على الحق. اصحاب الاخدود مش احسن منك. لا طبعا. قالوا في هذا الدين ان ان ثباتكم افضل من اصحاب الاديان الاخرى رحمه الله ورضي الله عنهم، يعني والحمد لله، يعني زي ما قال سيدنا عمر الحمد لله الذي اراني على مسلم خولاني. نعم. الحمد لله الذي اراني في امه محمد من يمشي على النار وعلى الناس كمان كان سبب. اثبتوا يا اخوان على الحق الموجود، واعلم ان اللي ركب دي هو الوحيد اللي هياخدها من مكانها. نعم. واللي شق الفم ده هيوصل له، اللي شق الجوف ده لابد ان يعبره، اللي شق الفم ده يوصله، وهي انفاس معدوده في اماكن محدوده، وربما يريد يضرك يوم ينقلك في مكان بتاع الكلام من ده مثلا، يجي يضرك هينفعك، لان هو سبحان الله هو يريد والله يريد، وهو يمكر والله خير الماكرين. فاثبتوا على الحق، وانا معكم، وانا عايز بس ارقام تليفوناتكم على اساس اتواصل معكم بسرعه، وانا بلوم على كل المسلمين ان ما فيش معايا. احنا معاهم، انا جاي من المنصوره والله، انتوا قضيتكم. انا جاي من يا شيخ يحيى، انا جاي من المنصوره مخصوص لهم والله. ايوه صور سؤال بقى، ايه الاولويات؟ السؤال احنا مثلا انشطه الشيخ حسن واسماعيل او خيرت الشاطئ او غير دول دلوقتي ما فيش طعن على الماده 28، ما فيش طعن على الهيئه العليا للانتخابات. طب احنا نعمل ايه؟ نشوف المرشح تاني ندعمه ولا نفضل واقفين في البدايه ونقول الشاطر وحسن شرح واسماعيل والكلام ده؟ يعني ندعم مرشح تاني ولا اصل ما كده ما فيش طعن؟ بص حضرتك، اما ان نكون مقتنعين بالطعن اللي مقدم على المهندس خير الشاطر وعلى حسن صلاح واسماعيل واستبعادهم، اما ان نكون مقتنعين بكل حقيقه، واما ان يكون ذلك انا مش هنسكت على التصوير، لا احنا مش هنسكت على التصوير. فما انا بقول لحضرتك هو يجاوب يعني مش قصه طعن، اعلن. اجاوب تصوير عين عينك. هو بيسالني وانا اجاوب، معلش انا اجاوب، ولما يعني اللي اقصر فيه هجيب حضرتك تكمل لما يعني كمل لي القصور اللي عندي. انا اقول لحضرتك بدايه ننظر للناحيه المساله من الناحيه الشرعيه الفقهيه، ومن الناحيه الديمقراطيه واللي انتم بتقولوا عليها، تمام، اللي هم بيقولوا عليها الديمقراطيه والدستوريه. فلو نظرنا لها من الناحيه الشرعيه حضرتك، من الناحيه الشرعيه، هل في فقهنا وديننا الشرعي بيحدد جنسيه من يحكمنا؟ لو كان الامر كذلك ما حكمنا عمرو بن العاص في ازهى وافضل عصور مصر. اللي عندي ثواني اكمل ثواني بعد اذنك الشيخ يكمل لو سمحت. معلش يعني ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان تولى عليكم ايه؟ عبد حبشيره سوق زبيب. حضرتك فالشد فالناحيه الفقهيه هنركنها عليها. تمام. هنيجي على الناحيه الدستوريه والناحيه القانونيه اللي انتم بتقولوا. الدستور انتوا قلتوا لنا وقلتوا انه المصدر الاساسي فيه في التشريع او الرئيسي فيه في التشريع هي الشريعه الاسلاميه. طب الشريعه الاسلاميه بتاعتنا بتقول مش شرط السؤال على دي. هنرجع بقى للثاني للدستور، انك انت هتطبق حذافير والى اخره وهتلغي مش الماده ال 28 لا، ومش الماده الثانيه هي المصدر، وهتحط دستور من عندك وحطيت فيه ان يكون ان يكون ابويه ايه؟ ابويه مصريين. ما الهدف منها؟ الهدف منها اولا عشان نعرف ولائك لبلدك وعدم ولائك لاخوالك. يعني انا لو ام امريكيه قد يكون ولائي لاخوالي هناك، يعني انسان او ام تخرب في البلد علشان مصلحه الغير او كده يعني. فسؤالنا هل حسن اسماعيل مثلا ام امريكيه مولوده امريكيه بنت امريكيه ولا هي مثلا راحت حضرتك هنا؟ هنفرض ان هي حصلت على الجنسيه وكده. فهنقول انه في عصر الظلم والفساد والاستبداد اللي حصل الفتره اللي فاتت ضد جوزها وضد ابنها حسن صلاح اسماعيل، وهي دكتوره محترمه والى اخره مسافر وهناك دعت فاسلم على ايديها 15، بس قد تكون وجدت النفع هناك وبنتها مقيمه هناك وبتتعالج هناك والى اخره، فطلبت زي اي حد طلبت الحصول على الجنسيه. فهنا بقى نقول القضاة بيحكموا بيفتتحوا بجلسه، وانا حضرت 9 جلسات في القضيه بتاعتي. فالقاضي القضاء اول ما يحضروا ورئيس محكمه جنايات الجيزه بعد ما بيقول بسم الله في سر بيقول باسم الشعب فتحت الجلسه. فانت بتفتتح جلساتك باسم الشعب، فاحنا بنقول لهم الشعب هيجي شخص ما قالوا كان شاطر كان حسن اسماعيل كان او يريد